فيديو جديد وحصري على طريقة الكابتن خالد الغندور. الكابتن طارق السيد بيقول ان الترجي فريق عادي، فريق ما يعني اي كلام نقدر نكسبه بكل سهولة. كل ده هتكلم عنه. وكمان فرجاني ساسي بيطالب نادي الزمالك ب 650 ألف يورو. المحكمة حكمت لفرجاني ساسي ان هو ياخد من الزمالك 650 ألف يورو بعد ما كان ليه مستحقات 250 ألف يورو. عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والشير يا جماعة مهم جدا للفيديو ده، ولو بتشوفنا على الفيسبوك يا ريت تتابعني. طيب، كابتن طارق السيد بيقول على الترجي ان هو فريق عادي جدا وفريق تقدر تكسبه بكل سهولة ومفيش اي مشكلة في اي كلام، والكلام اللي انت بتقوله يا كابتن طارق على دماغنا وعلى عيننا وعلى راسنا. واحد يقول لي ازاي؟ طب انت بتقول ان الترجي فريق عادي وفريق تكسبه بسهولة، خدت 2-0 ليه؟ الموسم اللي فات خدك رايح جاي ليه؟ انا عايز افهم بس، انت لما تكون بتقول على فريق ضعيف او بتقول عليه عادي، ما هو الفريق الضعيف ده او الفريق العادي ده هو ده كسبك، معنى كده ان انت اضعف منه. لازم تحط في دماغك الكلام والتصريحات اللي انت بتقولها تميزها. ما هو انت لما تقول على الفريق ده ضعيف يبقى انت اضعف منه. وقبل كده برضو الكابتن خالد الغندور برضو قال كلام ان الترجي فريق عادي جدا نقدر نكسبه بكل سهولة، ان هو مش في احسن حالاته، ان هو مش. يا جماعة لازم تميزوا التصريحات عشان خاطر ما تحطش نفسك في موقع الشبهات والناس تقعد تتريق عليك وتضحك عليك. يعني حتى الاعلام التونسي بدأ يتريق على قناة الزمالك وبدأ يتريق على الناس دي كلها. صدقني والله ما بجيب كلام من عندي، الاعلام التونسي نفسه هو اللي طلع وبيتريق على قناة الزمالك، بيتريق على التصريحات والحاجات اللي بتحصل عندنا. ليه نوصل الناس ان هي تعمل معانا كده؟ ليه نحسس الناس ان احنا بقينا اضحوكة؟ ليه يا جماعة؟ ونطلع بعد كده كابتن خالد الغندور يقول لك ايه؟ مش فاكر اسمه ايه، السلمي ولا السلماني، بيقول عليه ان هو بيقول الزمالك اضحكني. طب ما هو لازم يقول كده. اما هو تصريحاتكم وكلامكم الغير عقلاني هو اللي بيخلي الناس تقول علينا كده، هو اللي بيخلي الناس تقول على الزملكاويه كده. فاتمنى ان الناس تغير عقليتها عشان خاطر تتطور. انت غير عقليتك عشان تتطور وتوصل يعني لمكانه افضل. نخش بقى على موضوعنا التاني، الا وهو موضوع 650 ألف يورو لفرجاني ساسي. طبعا فرجاني ساسي مشي من الزمالك قبل كده وكان ليه مستحقات، وكان هو اصلا السبب الاولاني والسبب الوحيد ان هو يمشي من الزمالك الفلوس. عشان نكون في الصورة، عشان نكون واقعيين، الراجل كان عايز يجدد بمبلغ اعلى من اللي هو كان بياخده، وطبعا الزمالك رفض، وطبعا الادارة رفضت ومشوه. طب انا عايز افهم بس حاجه واحده، يعني في ظل التسريب العقود والتسريبات اللي احنا بنشوفها والفلوس اللي احنا بنشوفها الكتيره جدا دي، طب ما كنت تدي لساسي وقعده وخليه يلعب معاك، والراجل كان ماشي معاك كويس بالصلاه على النبي. وبن شرقي نفس الكلام، يعني الراجل كان ماشي معاك برده كويس وبالصلاه على النبي. لكن دلوقتي الراجل كان ليه 250 الف يورو يقوم يشتكي نادي الزمالك زيه زي ابو طيب زي الناس دي كلها اشتكت نادي الزمالك قبل كده. فالراجل بيشتكي نادي الزمالك وياخد عليه حكم، يعني ياخد، كان طالب 1,000,000 يورو، لكن محكمة الفيفا طبعا حكمت له ان هو ياخد 650 ألف يورو. وطبعا بيتواصل معاه دلوقتي امير مرتضى عشان طبعا يعني ايه، احنا كنا كويسين مع بعض يا ساسي والعلاقة الطيبة مع بعض. وطبعا يعني دلوقتي فرجاني ساسي مش كويس مع الدحيل، او ما بيأديش كويس، او ما بيلعبش اساسا. ده لسه الدحيل واخد 7 من الهلال، يعني لسه واخد 7 من الهلال. فهو اصلا الفرقه بتاعته ما بتلعبش، الفرقه بتاعته مش موجوده على الخريطه، الفرقه بتاعته مفيش من بعد كاس العالم، هم خلاص ما عادوش مهتمين بالكره قد كده في قطر. فلك ان تتخيل هيبتدوا يسرحوا اللعيبه. يعني فرجاني ساسي هيروح فين؟ هيقول لك لا اسوي اموري بقى مع الزمالك وماشي حالي بقى، ويعني 650 ممكن اخدهم 300 او اخدهم 250 او ما اخدهمش خالص وارجع الزمالك. والله ده اللي ممكن يحصل، ده اللي ممكن يحصل من فرجاني ساسي واداره نادي الزمالك عشان خاطر ما يدفعوش ال 650 الف يورو زي ما انتم فاهمين. ما هي الاداره ماشيه كده يا جماعه، كلكم عارفين الكلام ده، كلكم عارفين الكلام ده، والسمسره والدنيا الجميله اللي ماشيه دي.
ده كان موضوع النهارده. انا عايز ارائكم انتم في الكومنتات وفي التعليقات، اشوف الناس رايها ايه في الكلام. عايزك تكتب رايك في التعليقات عشان خاطر كل واحد بيبقى ليه راي معين في الكلام اللي انا قلته لك، ولو عندك معلومه اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليك. شكرا لكل الناس، ما تنساش اللايك والشير، وتعمل لايك وتشير الفيديو ده في كل الجروبات. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.